بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد شريف أحييكم أيها الأحباب أينما كنتم من قناة سلام الإعلامية المباركة هذه، وسعيد جدا أن ألتقيكم أسبوعيا في برنامج مع اللغة العربية، التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دوما في خير وصحة وعافية. أيها الأحباب الكرام، لا نزال في رحاب العبقريات، ومع الكاتب والشاعر الفيلسوف الصحفي المفكر عباس محمود العقاد في عبقرياته. وقد بدأنا وإياكم في الحلقة رقم 192، بدأنا بها عبقرية عمر، الجزء الأول. في هذه الحلقة 93 بعد المئة بحمده تعالى. نتحدث في الحلقة التالية عن العبقرية، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. يقول العقاد في إحدى الصفحات يعنونها في الفصل الثاني: رجل ممتاز. يقول: يوصف عمر بالعبقرية إذا نظرنا إلى أعماله، ويوصف بها إذا نظرنا إلى تكوينه الذي جعله مستعدا لتلك الأعمال، مطلعا بتلك القدرة. وإن لم يكن من اللازم اللازب أن تقترن القدرة بالعمل الذي تستطيعه، لما يتفق أحيانا من وقوف العوائق بينها وبين الإنجاز أو الاتجاه إلى ذلك العمل. إلا أن عمر كان رجلا ممتازا بعمله، ممتازا بتكوينه، وكان وفاء شرط الامتياز والتفرد في عرف الأقدمين والمحدثين من المؤمنين بدينه وغير المؤمنين. إذا وصفته للأقدمين الذين يقيسون العبقرية بالفراسة والخبرة، عرفوا من صفته أن الذي يوصف لهم رجل ممتاز أو رجل نسيج وحده أو نسيج وحده. نسيج وحده أي لا نظير له. وإذا وصفته للمحدثين الذين يقيسون العبقرية بالعلم أو مشاهدات العلماء، عرفوا من تلك الصفة أنه رجل ممتاز أو رجل موهوب. كانت نظرة إليه قبل السماع بعمل من أعماله توقع في الروعة أو في الروع أنه من معدن في الرجال غير معدن السواد، وأنه جدير بالهيبة والإعظام، خليق أي يحسب له كل حساب. كان الخليفة رضي الله عنه وأرضاه مهيبا رائع المحضر، حتى في حضرة النبي الذي تتطامن عنده الجباه، وأولها جبهة عمر. أذن النبي يوما لجارية سوداء أن تفي بنذرها لتضربن بدفها فرحا إن رده الله سالما، فأذن لها عليه السلام أن تضرب بالدف بين يديه. ودخل أبو بكر وهي تضرب على طريقة أهلا يعني، ثم دخل عثمان وهي تضرب. هؤلاء الصحابة الأجلاء الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان، والصحابة مجتمعون. فما هو إلا أن دخل عمر حتى وجمت الجارية وأسرعت إلى دفها تخفيه، والنبي عليه السلام يقول: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. يا عمر حاجة مختلفة يا عزيزي المشاهد.
وروت السيدة عائشة رضي الله عنها أنها طبخت له عليه السلام حريرة. والحريرة هنا دقيق يطبخ بلبن فيكون حساء، يعني المديدة زي ما نسميها نحن يعني. ودعت سودة أن تأكل منها فأبت، فعزمت عليها لتأكلن أو لتلطخن وجهها، فلم تأكل. يعني بيت النبوة أمهات المؤمنين. فوضعت يدها في الحريرة ولطختها به، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع حريرة بيده لسودة أم المؤمنين، ومن أمهات المؤمنين عائشة وصفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية، وهكذا يعني في عقيدة العوام. ويقول لها لطخي أنت وجهها ففعلت، يعني العين بالعين والسن بالسن. ومر عمر فناداه النبي يا عبد الله، وقد ظن أنه سيدخل، فقال لهما قوما فأغسلا وجهيكما. قالت السيدة عائشة فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله إياه صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الهيبة أنها كانت رضي الله عنها تتحفظ، يعني عائشة وسودة يلعبن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر انتهى كل شيء. ومن تلك الهيبة أنها كانت رضي الله عنها تتحفظ في زيارة قبره بعد موته، وحكت ذلك فقالت ما زلت أضع خماري وأتفضل في ثيابي وأقول إنما زوجي وأبي، حتى دفن عمر بن الخطاب فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد. وإن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز المشاهد أنه كان يرعى تلك الهيبة رضا عنها واغتباطا بأثرها في نصرة الحق وهزيمة الباطل وتأمين الخير والصدق وإخافة أهل البغي والبهتان. وقد كان الذين يعرفون عمر أهيب له من الذين يجهلونه، وتلك علامة على أن هيبته كانت قوة نفس تملأ الأفئدة قبل أن تملأ الأنظار، فربما اجترأ عليه من لم يعرفه ومن لم يختبره لتجافيه عن الخيلاء وقلة اكتراثه للمظهر والثياب. أما الذين عرفوه واختبروه فقد كان يروعهم على المفاجأة روعة لا تذهبها الإلفة وطول المعاشرة. ومن ذاك أنه كان يمشي ذات يوم وخلفه عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بدا له فالتفت فلم يبق منه أحد إلا وحبل ركبتيه ساقط. وتنحنح عمر والحجام يقص له شعره، فذهل الحجام عن نفسه وكاد أن يخشى عليه، فأمر له ب40 درهما. فهي هيبة من قوة النفس قبل أن تكون من قوة الجسد، إلا أنه مع ذلك كان في منظر الجسد رائعا يهول من رآه، ولا يذهب الخوف منه إلا الثقة بعدله وتقواه. كان طويلا بائن الطول، يرى ماشيا كأنه راكب، جسيما صلبا يصرع الأقوياء ويروض الفرس بغير ركاب، ويتعلم أو عفوا يتكلم فيسمع السامع منه، وفاق ما رأى من نفاذ قول وفصل خطاب.
تشهد العيون كما تشهد القلوب أنه لمن معدن العظمة أو معدن العبقرية والامتياز بين بني الإنسان. وللمحدثين علامات في العبقرية تتصل بالتكوين وتركيب الخلق كما تتصل بمدلول الأخلاق والأعمال. فالعالم الإيطالي ليمبروزو ومدرسته التي تأتم برأيه يقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقرية علامات لا تخطئها على صورة من الصور في أحد من أهلها، وهي علامات تتفق وتتناقض، ولكنها في جميع حالاتها وصورها نمط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب التشابه والمساواة. فيكون العبقري طويلا بائن الطول أو قصيرا بائن القصر، ويعمل بيده اليسرى ويعمل بكلتا اليدين، ويلفت النظر بغزارة شعره أو بنزارة الشعر على غير المعهود في سائر الناس. ويكثر بين العبقريين من كل طراز جيشان الشعور أو جيشان الشعور وفرط الحس وغرابة الاستجابة للطوارئ، فيكون فيهم من تفرط ثورته كما يكون فيهم من يفرط هدوءه. ولهم على الجملة ولع بعالم الغيب وخفايا الأسرار على نحو يلحظ تارة في الزكانة والفراسة، والزكانة والفراسة أن يظن الشخص فيصيب، وتارة في النظر على البعد، وتارة في الحماسة الدينية أو في الخشوع لله. ومهما يكن عزيز المشاهد كما يقول العقاد، مهما يكن من الشك في استقصاء هذه العلامات والمطابقة بين تفصيلاتها وبين الواقع، فهي بلا ريب صادقة في حالات، مقاربة في حالات، غير أهل في كل حال للتصديق التام ولا للبعد التام، ولا سيما عندما تتفق فيها الظواهر والبواطن وتتلاقى فيها ملاحظات العلماء وشواهد العرف المأثور. عزيزي المشاهد، كان كما تقدم طويلا يمشي كأنه راكب، وكان أعسر يسرى، الأعسر الذي يعمل بكلتا يديه، الأعسر اليسر الذي يعمل بكلتا يديه، يعمل بكلتا يديه، وكان أصلعا خفيف العارضين. وكما كان وصفه غلامه، وقد سأله بلال، سيدنا بلال: كيف تجدون عمر؟ فقال: خير الناس، إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم. وكان سريع البكاء إذا جاشت نفسه بالخشوع بين يدي الله. وأثر البكاء في صفحتي وجهه حتى كان يشاهد فيهما خطان أسودان، يا سبحان الله. ومن فرط حسه وتوفز شعوره أنه كان يميز بين بعض المذوقات والمشمومات التي لا يسهل التمييز بينها. سقاه غلامه ذات يوم لبنا فأنكره، فسأله: ويحك، من أين هذا اللبن؟ قال الغلام: إن الناقة انفلت عليها ولدها فشرب لبنها، فحلبت لك ناقة من مال الله. وقد عرفنا أهل البادية، وعرفنا أنهم جميعا أصحاب إبل وألبان، ولكننا لم نجد منهم إلا قليلا يدعون أنهم يفرقون بين لبن الناقة ولبن غيرها هذه التفرقة السريعة، ولا سيما في المناخ الواحد والمرعى المتقارب. وكانت له فراسة عجيبة نادرة يعتمد عليها، ويرى أن من لم ينفعه ظنه لم تنفعه عينه. وتروى له في أمر هذه الفراسة روايات قد يصدق منها القليل وتتسرب المبالغة إلى كثير.
ولكنها على كلتا الحالتين تنبئنا بحقيقة لا شك فيها، وهي أنه اشتهر بالفراسة وحب التفرس والاستنباط بالنظرة العارضة. فمن ذلك أنه كان جالسا فمر به رجل جميل فقال ما معناه: أحسبه كان كاهنهم في الجاهلية، فكان كذلك. ومنهم أنه أبصر أعرابيا نازلا من جبل فقال: هذا رجل مصاب بولده، قد نظم فيه شعرا لو شاء لأسمعكم. ثم سأل الأعرابية: من أين أقبلت؟ قال: من أعلى الجبل. فسأله: وما صنعت فيه؟ قال: أودعته وديعة لي. قال: وما وديعتك؟ قال: بني لي هلك فدفنته. قال: فأسمعنا مرثيتك فيه. فقال: وما يدريك يا أمير المؤمنين؟ قال: فوالله ما تفوهت بذلك، وإنما حدثت به نفسي. ثم أنشد أبياتا ختمها بقوله: فالحمد لله لا شريك له، في حكمه كان ذا وفي قدره، قدر موتا على العباد فما يقدر خلق يزيد في عمره. فبكى عمر حتى بل لحيته، ثم قال: صدقت يا أعرابي. أيها الأحباب الكرام، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، ومنها تتابعون هذه الحلقة الخاصة بأمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نواصل أيها الأحباب الكرام هذه الحلقة، فنتحدث عن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكونوا معنا أيها الأحباب الكرام. نعم، وكان عمير ابن وهب الجمحي وصفوان ابن أمية يذكران مصاب أهل بدر. فقال صفوان: والله ما إن في العيش بعدهم خير. فوافقه عمير وهو يقول كالمعتذر من تخلفه عن الثأر: أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. هكذا يقولون هم في الجاهلية. فقال صفوان يحرضه: علي دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا، ولا يسعني شيء ويعجز عنهم. فوقع كلامه في نفس عمير، فأسر إليه بعزمه على الغدر بالنبي، وشحذ سيفه وسمه، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فلما نظر إليه متوحشا بالسيف حتى أوجس منه، وهمس لمن معه: هذا الكلب عدو الله عمير ابن وهب، ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل على النبي فأخبره خبره، وعاد إلى عمير فأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه، أي لببه بها، وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنده، واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمير. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عميرا وهو يراوغ حتى ضاقت به منافذ الإنكار، فباح بسره وأعلن إسلامه، أي أعلن الإسلام والتوبة. هذه الفراسة وشبيهاتها هي ضرب من استحياء الغيب
أي من استيحاء الغيب واستنباط الأسرار بالنظر الثاقب. وما من عجب أن تكون هذه الخصلة قرينة من قرائن العبقرية في حاشية من حواشيها. إذ ما هي العبقرية في لبابها كائنا ما كان عمل المتصف بها؟ وما هي الحكمة العبقرية؟ وما هو الفن العبقري؟ ما هو دهاء السياسة في الدهاء العبقريين؟ من هو المعي الذي يظن بك الظن كأنه قد رأى وقد سمع؟ كان أولئك يلتقي في هيبة واحدة، هي كشف الخبايا واستيضاح البواطن واستخراج المعاني التي تدق الألباب، فاتصالها بالفراسة وشبيهاتها أمر لا عجب فيه ولا إنكار ولا انحراف على ذلك بالمطلق. هذه قناة سلام أيها الأحباب، ومنها تتابعون هذه الحلقة في عبقرية الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه، نقلا عما كتبه الفيلسوف عباس محمود العقاد رحمة الله عليه وعليهم جميعا. والذي يعنينا من الفراسة وشبيهاتها كما قال أن نحصي الخصال الأخرى التي هي كالفراسة في هذا الاعتبار، وهي التفاؤل والاعتداد بالرؤيا والنظر إلى الشعور أو الشعور على البعد، كما يسميه النفسانيون المعاصرون التلباثي. ولكل أولئك شواهد شتى مما روي عن عمر في جاهليته وبعد إسلامه إلى أن أدركته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه. على سبيل المثال، جاءه رسول من ميدان نهاوند فسأله: ما اسمك؟ قال: قريب. وسأله مرة أخرى: ابن من؟ فقال: ابن ظفر. فتفاءل وقال: ظفر قريب أو ظفر قريب إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. يعني شوف الفراسة دي والنباهة كيف هي. وروى يحيى ابن سعيد أن عمر سأل رجلا: ما اسمك؟ قال: الجمرة. فسأله: ابن من؟ قال: ابن شهاب. فسأله: من؟ قال: من الحرقة. وعاد يسأله: ثم من؟ فقال: من بني ضرام أو ضرام. وهكذا في أسئلة 3 أو 4 عن مسكنه وموقعه، والرجل يجيب بما فيه معنى النار ومرادفاتها، حتى استوفاه فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. والعرب على هامش الحديث خارج العبقرية كانوا يسمون أبناءهم أسماء قوية مثل الرعد وبرق وسيف، حتى يخيفون أعداءهم عندما يأتون. يعني عندما ينادي: يا برق، وهكذا. فالعدو الداخل، ما هو العدو ليس له دبابة ولا طائرات وصواريخ، هو يهجم على الخيمة أو هكذا. فعندما يستغيث الأب أو ينادي على ابنه برق رعد وهكذا، فالعدو يعني يقول هو فارس. فيقال أنه أحد الأعراب سمى ابنه غيظ، يغيظ به الأعداء، يعني غيظ. فهذا الغيظ فقط تخصص في غيظ أباه أو في غيظ أبيه، فهو سماه غيظ حتى يخيف به العدو. فقال له عندما خلاص يئس من جنن كما يقال، فقال له: سميتك غيظا لتغيظ غيري فلم تغض إلا.
فجننوا يعني. وللمرء حظ من اسمه. أيها الأحباب، اختاروا لأبنائكم وبناتكم الأسماء الجميلة، لأنه الإنسان يأخذ من اسمه شيء. للمرء حظ من اسمه. وقد يكون التأليف، نعود للعقاد، ظاهرا من هذه القصة، ولكنها مع تأليفها لا تخلو من الدلالة على اشتهار عمر باستكناه الألفاظ في معرض التفاؤل أو الإنذار. هو رجل عبقري يعني. أما الرؤيا فآخر ما روي عنه من أخبارها أنه رأى قبيل مقتله كأن ديكا نقره نقرتين، فقال: يسوق الله إلي الشهادة ويقتلني أعجمي، فإن الديك في الرؤيا يفسر برجل من العجم. سبحان الله. على أن المكاشفة أو الرؤيا، الفيجن هكذا يكتبها، كما يسميها النفسانيون المحدثون، إنما تظهر بأجلى وأعجب من هذا كثيرا في قصة سارية المشهورة، وهي مما يلحقه أولئك النفسانيون بهبة التلباث أو الشعور البعيد. كان رضي الله عنه يخطب بالمدينة خطبة الجمعة، فالتفت من الخطبة ونادى: يا سارية بن حصن، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. فلم يفهم السامعون مراده، وقضى صلاته. فسأله علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: ما هذا الذي ناديت به؟ قال: أو سمعته؟ قال: نعم، أنا وكل من في المسجد. فقال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم، وأنهم يمرون بجبل، فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا، وإن جاوزوه هلكوا. فخرج مني هذا الكلام. وكان البشير بعد شهر، فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول: يا ساري بن حصن، الجبل الجبل. فعدلنا إليه ففتح الله علينا. يقول العقاد: ولا داعي للجزم بنفي هذه القصة استنادا إلى العقل أو إلى العلم أو إلى التجربة الشائعة، فإن العقل لا يمنعها، والعلماء النفسانيون في عصرنا لا يتفقون على نفيها ونفي أمثالها، بل منهم من مارسوا التلباثي وسجلوا مشاهداته، وهم ملحدون لا يؤمنون بدين. إلا أن المهم من نقل هذه القصة في هذا الصدد أن عمر كان مشهورا بين معاصريه بمكاشفة الأسرار الغيبية، أو بالفراسة، أو الظن الصادق، أو الرؤية، أو النظر البعيدة، وهي الهبات التي يلحقها بالعبقرية أو يلحقها بالعبقرية علماء العصر الذين درسوا هذه الميزة الإنسانية النادرة وراقبوها وأكثروا من المقارنات فيها والتعقيبات عليها. فهو رجل نادر بما تراه منه العين، نادر بما تشهد به الأعمال والأخلاق، نادر في مقاييس الأقدمين ومقاييس المحدثين. أو هو رجل ممتاز وعبقري موهوب في جميع الآراء. أحبابنا الكرام، نواصل الحديث في عبقرية الخليفة المؤمن، خليفة رسول الله أمير المؤمنين الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الآن نأتي إلى الفصل الثالث: صفاته. طبعا دائما الصفات في الرجال مهمة جدا أن نتعرف على صفات الخليفة عمر رضي الله عنه. يقول العقاد هو الكاتب الشاعر الأديب: نحن على هذا
أي على هذا النحو أمام رجل لا كل الرجال، رجل عبقري أو رجل ممتاز من خاصة الخليقة الذين لا يعدون في الزمن الواحد بأكثر من الآحاد. أنا أقول رجل قوي، نعم هو رجل قوي لا مراء، وكل عظيم فهو قوي بمعنى من معاني القوة. نعلم هذا فنعلم الشيء المهم عنه، ولكننا بعد هذا لا نعلم شيئا مهما عن صفاته وأخلاقه، لأن الناس من حيث القوة أقوياء وضعفاء، أو متوسطون ومنحرفون، إلى هنا تارة وإلى هناك تارة أخرى. أما من حيث الصفات والأخلاق فهم ألوف وألوف، وهم في قوتهم أو ضعفهم أنماط لا تحصى من المناقب والعيوب. وأحرى بنا بأن نقول إن القوة صفة تستفاد من جملة مناقب الإنسان وعيوبه، فهي حالة تدل عليها المناقب والعيوب، أو تدل عليها الصفات والأخلاق، وليست هي بالحالة التي تدلنا على مناقب الإنسان وعيوبه وتهدينا بغير هاد إلى صفاته وأخلاقه. فإذا قلنا أو إذا قلت إن عمر بن الخطاب رجل قوي، فما زدت على أن تقول إنه رجل عبقري أو إنه رجل عظيم. وكل رجل من هذا القبيل فمعرفته ليست بالأمر اليسير، لأنه نمط لا يتكرر فيسهل فهمه بالقياس إلى أمثاله الكثيرين. وقد يكون الرجل العظيم نمطا وحيدا في التاريخ كله لا نظير له في تفصيل أخلاقه وصفاته، وإن ساواه في القدر أنداد وقرناء. وعمر بن الخطاب مثل فذ من أمثلة هذا الطراز الفريد، تفهم سره فإذا هو على وفاق مع جهره، وتنفذ أو تنفذ إلى باطنه فإذا هو مصدق للظاهر من سيماه، أي من علامته. فهل حللنا العقدة بين التقريب بين الظاهر والباطن وبين الجهر والسريرة؟ كلا، ولا تقدمنا بعيدا في طريق حلها، لأننا لا نعرف هذا التقارب إلا بعد معرفة السريرة التي نبحث عنها. فلا بد إذن من البحث ولا بد من المعرفة. فإذا وصلنا إلى الغور البعيد عرفنا ساعتئذ أنه لا يتناقض الظاهر المكشوف، ولكن لا بد من الوصول إلى الغور البعيد قبل هذا وذاك. عزيزي المشاهد، يواصل العقاد فيقول: لا تناقض في خلائق عمر بن الخطاب، ولكن ليس معنى ذلك أنه أيسر فهما من المتناقضين، بل لعله أعضل فهما منهم في كثير من الأحوال. كيف؟ فالعظمة على كل حال ليست بالمطلب اليسير لمن يبتغيه، وليست بالمطلب اليسير لمن ينفذ إلى صميمه ويحتويه، إنما الأمر الميسور في التعريف بهذا الرجل العظيم أن خلائقه الكبرى كانت بارزة جدا لا يسترها حجاب. فما من قارئ ألم بفذلكة صالحة من ترجمته إلا استطاع أن يعلم أن عمر بن الخطاب كان عادلا، كان رحيما، كان غيورا، وكان فطنا، وكان وثيق الإيمان، عظيم الاستعداد للنخوة الدينية. فالعدل والرحمة والغيرة والفطنة والإيمان الوثيق صفات مكينة فيه لا تخفى على ناظر، ويبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف تتجه هذه الصفات إلى وجهة واحدة
ولا تتشعب في اتجاهها طرائق قددا. الطرائق القدد فرق مختلفة كما في القرآن الكريم، كنا طرائق قددا. كما يتفق في صفات بعض العظماء، بل يبقى عليه بعد ذلك أن يعلم كيف يتمم بعض هذه الصفات بعضا، حتى كأنها صفة واحدة متصلة الأجزاء متلاحقة الألوان. وأعجب من هذا في التوافق بين صفاته أن الصفة الواحدة تستمد عناصرها من روافد شتى، ولا تستمدها من ينبوع واحد، ثم هي مع ذلك متفقة لا تتناقض، متساندة لا تتخاذل، كأنها لا تعرف التعدد والتكاثر في شتى. خذ لذلك مثلا عدله المشهور الذي اتسم به، كما لم يتسم قط بفضيلة من فضائله الكبرى. فكم رافدة، الرافدة يعني الرافد بالدال ما يمد بالماء من قناة أو نهير، وعشان كده نقول رفد يعني تسند يعني أو تضيف شيء لهذا الخلق الجميل أو الخلق الجميل في نفس ذلك الرجل العظيم. روافد شتى، بعضها من وراثة أهله، وبعضها من تكوين شخصه، وبعضها عبر أيامه الخبرة يعني، وبعضها من تعليم دينه، وهي هذه الكبرى، وكلها بعد ذلك تمضي في اتجاه قويم إلى غاية واحدة لا تنم على افتراق. صفاته. وأنا والله دائما أشفق على أي شخص ألقاه ويقول لي اسمي عمر، والله العظيم أنا طوالي بتجي شخصية عمر أمامي. فأيها العمريون، اسمكم ده فيه مسؤولية كبرى يعني. لم يكن عمر عادلا لسبب واحد بل لجملة أسباب. كان عادلا لأنه ورث القضاء من قبيلته وآبائه، فهو من أنبه بيوت بني عدي الذين تولوا السفارة والتحكيم في الجاهلية، وراضوا أنفسهم من أجل ذلك جيلا بعد جيل على الإنصاف وفصل الخطاب. وجده نفيل ابن عبد العزى والذي قضى لعبد المطلب على حرب بني أمية حين تنافرا إليه وتنافسا على الزعامة، فهو عادل من عادلين، وناشئ في مهد الحكم والموازنة بين الأقوياء. وكان عادلا لأنه قوي مستقيم بتكوين طبعه، وإن شئت فقل أيضا بتكوينه الموروث، إذ كان أبوه الخطاب وجده نفيل من أهل الشدة والبأس، وكانت أمه حنتمة ابن هشام ابن المغيرة قائد قريش في كل نضال. فهو على خليقة الذي لا يحابي لأنه لا يخاف، والذي يخجل من الميل إلى القوي لأنه جبن، ومن الجور على الضعيف لأنه عوج يزري بنخوته وشممه. كان عادلا لأن آله من بني عدي قد ذاقوا طعم الظلم من أقربائهم بني عبد شمس، وكانوا أشداء في الحرب يسمونهم لعقة الدم، ولعقة الدم يشربها العقاد. سموا كذلك لأنهم تحالفوا مع غيرهم فنحروا جزورا فلعقوا دمها أو غمسوا أيديهم فيه. الجاهلية دي كان فيها أشياء غريبة يعني. ولكنهم غلبوا على أمرهم لقلة عددهم بالقياس إلى عدد أقربائهم، فاستقر فيهم بغض القوي المظلوم للظلم، وحبه للعدل الذي مارسوه ودربوا عليه، اعتادوا عليه. وساعدت عبر الأيام على تمكين خليقة العدل في خلاصة هذه الأسرة أو خلاصة هذه القبيلة،
ونعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عادلا بتعليم الدين الذي استمسك به، وهو من أهله بمقدار ما حاربه وهو عدوه، فكان أقوى العادلين كما كان أقوى المتقين والمؤمنين. وكذلك اجتمعت عناصر الوراثة الشعبية والقوة الفردية وعبر الحوادث وعقيدة الدين في صفة العدل التي أوشكت أن تستولي فيه على جميع الصفات. كان عادلا لأسباب، كأنه عادل لسبب واحد، لقلة التناقض فيه. ربما كان تعدد الأسباب هو العاصم الذي حمى هذه الصفة أن تتناقض في آثارها، لأنه منحها القوة التي تشدها كما يشد الحبل المبرم المفتول، يعني فلا تتفكك ولا تتوزع. فكان عمر في جميع أحكامه عادلا على وتيرة واحدة لا تفاوت بينها. فلو تفرقت بين يديه 100 قضية في أعوام متباعدة لكنت على ثقة أن تتفق الأحكام كما اتفقت القضايا، كأنه يطبعها بطابع واحد لا يتغير. إلا أن الصفات التي إذا بلغت هذا المبلغ من القوة الرائعة لم تكد تسلم من طروء التناقض عليها، وإن سلمت منه بطبعها، لأنها تدخل في صفات البطولة التي يثير الإعجاب أو تثير الإعجاب والمبالغة. وكل بطولة فهي عرضة للمبالغات والإضافات، ومن ثم لا تسلم من تناقض الأقاويل. وصفات عمر كلها صفات لها طابع البطولة، وفيها دواعي الإغراء بالإعجاب والمبالغة، من الأصدقاء المصدقين، لأنهم لا يتهمون ولا يتهمون بقصد السوء، وهم في الواقع أولى بالاحتراس من الخصوم المتهمين. فمن هنا يجيء التناقض لا من طبيعة الصفات التي تأباه. فالعدل مثلا هو المساواة بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق وإقامة الحدود، وليس أقرب إلى الحاكم من ابنه. فإذا سوى الحاكم بين ابنه وسائر الرعية فذلك عدل مأثور يقتدي به الحاكمون. ولقد سوى عمر بين أبنائه وسائر المسلمين، فبلغ بذلك مبلغ البطولة في هذه الصفة النادرة بين الحكام، وذلك كاف في تعظيم قدره لا حاجة بعده إلى مزيد. إلا أن صفة من صفات البطولة التي تروع وتعجب وتملأ النفس بالرغبة في التحدث بها والإطناب في أحاديثها، فهي لا تكفي المبالغين حتى يجعلوا عمر مقيما للحد على ابنه، مشتدا في عقوبته اشتدادا لا يسوى فيه بينه وبين غيره. ثم لا يكتفي المبالغون بهذا حتى يموت الولد قبل استيفاء العقوبة، فيمضي عمر في جلده وهو ميت لا تقام عليه الحدود. ومن أعدل من المبالغين لم يذكر الموت وإتمام العقوبة، وذكر لنا أن الولد مات بعد ذلك بشهر من مرض الضرب الذي ثقل عليه وعجز عن احتماله. سبحان الله. نعني بما تقدم قصة عبد الرحمن بن عمر في مصر، وهي كما رواها عمرو بن العاص ولمصر يومئذ، حيث قال، طبعا سيدنا الصحابي الجليل عمرو بن العاص فاتح مصر، ماذا قال؟ عشان كده نحن لأجل هذا نقرأ هذه السيرة العطرة حتى نتعلم منها ونأخذ الدرس، ولنا في
سيرة الصحابة الأكرمين عبرة لمن يعتبر. يقول سيدنا الصحابي الجليل عمرو بن العاص ولمصر يومئذ قال: دخلا عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وأبو سروعة وهما منكسران، فقالا: أقم علينا حد الله، فإنا قد أصبنا البارحة شرابا فسكرنا فزبرتهما، أي فزبرتهما، زجرتهما ونهرتهما وطردتهما. هكذا يقول سيدنا عمرو بن العاص، جايين معترفين: فزبرتهما وطردتهما. فقال عبد الرحمن: إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قدمت عليه. فحضرني رأي وعلمت أني إن لم أقم عليهما الحد غضب علي عمر في ذلك وعزلني وخالفه ما صنعت، فنحن على ما نحن عليه. إذ دخل عبد الله بن عمر فقمت إليه فرحبت به وأردت أن أجلسه في صدر مجلسي، فأبى علي وقال: أبي نهاني أن أدخل عليك إلا أن لا أجد من ذلك بدا، إن أخي لا يحلق على رؤوس الناس، فأما الضرب فاصنع ما بدا لك. قال سيدنا الصحابي الجليل عمرو بن العاص: وكانوا يحلقون مع الحد، فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحد، ودخل ابن عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق رأسه ورأس أبي سروع، فوالله ما كتبت إلى عمر بشيء مما كان، حتى إذا تحينت كتابه إذا هو نظم فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخطاب من عبد الله أمير المؤمنين عمرو بن العاص ابن العاص: عجبت لك يا ابن العاص ولجرأتك علي وخلاف عهدي، فما أراني إلا عازلك فمسيء عزلك، تضرب عبد الرحمن في بيتك وتحلق رأسه في بيتك، وقد عرفت أن هذا يخالفني. إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك، تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين، ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين، وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه، فإذا جاءك كتابي هذا فابعث إلي، فابعث به في عباءة على قتب. القتب الرحل الصغير على قدر سنام البعير، يعني حاجة كده حتى يعرفوا سوء ما صنع. وده ابن أمير المؤمنين. تخيل ابني اليوم ابن رئيس وزراء ماذا يعمل يعني؟ ايش ابن رئيس وزراء؟ ابن مدير شركة يعني، مملوكة لبيت المسلمين. يعني كأنه خلاه يمشي على رجليه، يعني على ليعرف قدره، حتى يعرف سوء ما صنع. قال: فبعثني به، فبعثت به كما قال أبوه. يرويها سيدنا عمرو: وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه. شوف أبوك كتب شنو يعني. وكتبت إلى عمر كتابا أعتذر فيه وأخبره أني ضربته في صحن داري على الذمي والمسلم، وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمرو ابن عمر، عفوا، بعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر. قال: أسلم، فقدم عبد الرحمن على أبيه فدخل عليه. تخيل هذا المشهد عزيزي المشاهد: قدم عبد الرحمن على أبيه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رئيس الدولة، دخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع المشي،
من مركبه فقال: يا عبد الرحمن، فعلت كذا. فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين، قد أقيم عليه قد أقيم عليه الحد مرة. فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره، فجعل عبد الرحمن يصيح: أنا مريض وأنت قاتلي. فضربه وحبسه، ثم مرض فمات رحمه الله. ابن رئيس الجمهورية الإسلامية الكبرى. هذه قصة، يقول العقاد، تتوافق أخبارها ومن رويت عنهم، فلا نستغربها في جميع تفاصيلاتها أو تفصيلاتها إلا حين تطرأ عليها المبالغة التي تتسرب إلى كل خبر من أخبار البطولات المشهورة. ذلك أن يقسو عمر على ابنه تلك القسوة التي لا يوجبها الدين ولا تقبلها الفطرة الإنسانية، فيقيم عليه الحد وهو ميت، أو يعرضه للموت من أجل حد أقيم. هذا هو الغريب الذي استوقفنا فأنكرناه، ومضينا في تحميصه فطابق التحميص ما قدرناه. أما سائر القصة فلا غرابة فيه من كل نواحيه، بل هو من القصص التي يستبعد فيها التلفيق والاختراع، إلا أن يكون الملفق من حذاقة الرواة ومهرة الوضاع. ولو كان المصدر واحدا معروفا بالحذق في القصص لحسبناها من وضعه وتلفيقه، ولكنها سمعت من غير مصدر موثوق به، فهي أقرب إلى الواقع فيما يشبه ويجري مجراه. فعبد الرحمن بن عمر يذهب إلى الوالي لأنه شرب شيئا ظنه غير مسكر، فإذا هو قد فإذا هو قد سكر منه، ولا مناص من إقامة الحد عليه، وإلا رفع الأمر إلى أبيه، وهي شنشنة عمرية لا لبس فيها، وهو ابن عمر لا مراء. الشنشنة الخلق والطبيعة. والوالي، ومن الوالي؟ عمرو بن العاص، الذي لا خفاء بدهائه، أحد دهاة العرب، ولا يبعد حسابه، فهو يتريث بادئ الأمر، ويحاول أن يصرف الفتى إذا طاب له الانصراف دون أن يقيم الحد عليه، وهي أيضا شنشنة لا غبار فيها. فمن يدري، ألا يجوز أن يصبح هذا الفتى أخا للخليفة أو مدبرا للسلطان معه في يوم في يوم غير بعيد، والخليفة لا يدري، أو عفوا، والخليفة يدري بالأمر فيهوله ويستكبر أن يخفيه عنه عن واليه، فلا يصل إليه نبوءة من قبله، وهو ما هو في تحرجه من تبعة يحملها غافلا عنها، لحرص الولاة على تحري هواه وابتغاء رضاه، فيشفق أن يقع ابنه في معصية ثم ينجو من الحد الذي شرعه الدين، وهو مسؤول عن الولاة والحدود، ومسؤول عن ذويه الأقربين قبل سائر المسلمين. كل أولئك كما قلنا سائغ لا غرابة فيه. طيب، ما الغريب؟ أما الغريب من عمر حقا في معدلته وعلمه بالدين وكراهته رياء الناس، فهو أن يتم على ابنه الحد ويتمه وهو ميت، أو يشتد في إقامة الحد على ابنه حتى يتلف أو يصاب بما يتلفه بعد أيام. فلا موجب لذلك من حكم دين ولا اتقاء تبعه، وهو مع هذا مخالف لما عرف عن عمر في إقامة الحدود خاصة، وفي مثل هذه العقوبة بعينها. فقد جيء له يوما بشارب سكران،
وأراد أن يشتد عليه فقال له: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة. فبعث به إلى مطيع الأسود العبدي ليقيم عليه الحد في غده، ثم حضره وهو يضربه ضربا شديدا فصاح به: قتلت الرجل، كم ضربته؟ قال: 60. قال: أقص عنه 20، يعني شيل منه 20، أي أرفع عنه 20 ضربة من أجل شدتك عليه فيما تقدم من الضربات. بينما أقام الحد كاملا على ابنه، وقد كان من دأبه أن يتريث في إقامة الحدود حتى لا يؤثر، كما قال: تعطيها في الشبهات على أن يقيمها في الشبهات. يعني بدل تقيم الحد في الشبهات تعطيها للشبهات، يعني تبرر ساعتها. ومر بقوم يتبعون رجلا قد أخذ في ريبة، فقال: لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر. وربما غضب على الوالي من كبار الولاة لغلوه في تقاضي الحدود على المعاصي، كما فعل في إنذاره الشديد لأبي موسى الأشعري حين جلد شاربا وحلق شعره وسود وجهه، ونادى في الناس لا يجالسوه ولا يآكلوه، فأعطى الشاكي 200 درهم وكتب إلى أبي موسى: من هو عمر؟ لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس. ده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، وأمره أن يدعو المسلمين إلى مجالسته ومواكلته على المعاقب، وأن يمهله ليتوب ويقبل شهادته إن تاب. وتفقد رجلا يعرفه فقيل له إنه يتابع الشراب، فكتب إليه: إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فلم يزل الرجل يرددها ويبكي حتى صحت توبته وأحسن النزع، يعني كف عما كان فيه وانتهى، وبلغت توبته عمر فقال لمن حضروا مجلسه: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. وقد تكرر منه إعفاء الزانيات من الحد لشبهة القهر والعجز عن المقاومة، وتكرر منه الإعفاء لمثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود، لكن في آل بيته يقيم. فلم يكن عمر بالسريع المتعطش إلى إقامة الحد، ولم يعرف عنه قط أنه أقام حدا وله مندوحة عنه. وفي قصة ولده منادح شتى ترضي على شدة تحرجه وتحريه، ثم لا حاجة بمثله إلى رياء العدل، فيجوز على ابنه أن يجور على ابنه يسرف في القسوة عليه ليقال إنه سوى بينه وبين غيره، رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحباب الكرام، سأتوقف هنا في هذه الحلقة من العبقريات للخليفة عمر. هذه هي الحلقة الثانية، إن شاء الله الحلقة الثالثة نتحدث شيء من العبقرية بحوله تعالى. وأختم حديثي بحديثا سمعته من أحد الأصدقاء، وهو الشيخ إدريس. الشيخ إدريس هذا رحمة الله عليه، إدريس ابن سيدنا الحسين، أرتع رحمه الله وأحسن مثواه. كان
أحد العلماء الأجلاء في إريتريا، تآمرت عليه الفئة الباغية، فأوقف من درس المسجد في مدينة أغردات، وأوقفوه كذلك من إمامة الصلاة، وهو الرجل العالم. درس أكمل تعليمه الأولي في معهد أغردات، المعهد الدين الإسلام بأغردات، لمؤسسه الشيخ عبد الله الزوز رحمه الله الرحمة والمغفرة، وللأساتذة الكرام الذين رحلوا تقريبا، ذلك الجيل كله رحل، لهم الرحمة والمغفرة. فالشيخ إدريس إمام وخطيب المسجد في أغردات قبل وبعد التحرير. وبعد التحرير لأنه عاد من السودان، فبعد أن أكمل المعهد ذهب إلى السودان والمملكة أعتقد كذلك، وأكمل تعليمه، ثم عاد بعلمه ليقوم مقام والد سيدنا الحسين، إمام وخطيب المسجد رحمة الله عليه وأحسن مثواه. ولكن تلك الفئة الباغية يعني اتهامات من هنا وهناك حتى أوقفوه من إمامة الناس وتعليم الناس أمور دينهم، والقسمة الضيزة التي يعني تجسم جاثمة على صدر شعبنا، ويعني تظلمه دينا وسياسة وحكما وما إلى ذلك. فقيل إنه وكان رجلا يعني ظريف يعني، ويوعظ الناس ويتحدث إليهم بلغاتهم بالتكريت والعربية الخفيفة. هو رجل مفوه يعني فصيح الكلام، واستخدم لغة التكريت يعني البركاوية بطريقة جميلة، يعني حبب الدين إلى الناس بطريقته الجميلة. وأنا استمعت إليه في زيارة من زياراتي لمدينة أغرداد القليلة جدا، فحديثه جميل، فيه العلم، فيه الطرفة، وفيه يعني اللغة وكل شيء يعني. فقيل إنه جاءه أحد الذين ابتلوا بالسكر، يعني يصلي ويشرب. هذه الواقعة بتاعت الخليفة عمر ذكرتني بتلك الحادثة، وهو الرجل مستقي حكمه من السيرة العطرة هذه. فقيل له من العوام لذلك الرجل كان مبتلى ويشرب ويصلي، فقال له العوام، ودي مشكلة طبعا، قال له أنت تصلي وأنت لا تترك الخمر يعني، فصلاتك باطلة وهكذا. وهو متمسك يقول لهم أنتم لا دينار، إلى أن ذهب إلى الشيخ إدريس. أختم بهذا الحديث يعني. فقال له يا شيخ إدريس، الكلام طبعا بلغة التجريت يعني، قال له يا أخي أنا ربنا ابتلاني بهذه وأنا برضو أصلي يعني. فشيخ إدريس قال له ألا تحاول تتركه وكذا؟ قال له والله يا شيخنا أنا حاولت وما قدرت، وعشان أنا أتعاطى الخمر ما دار أسيب الصلاة. شوف العالم عندما يكون قارئ لدينه ومتفقه وفيه يعني الخير، قال له والجماعة يقولوا لي صلاتك باطلة، سيدنا ميدة قال له أعمل إيش يعني؟ البرنامج لأنه اللغة عربية أنا لابد أن أتحدث بالعربي، لكن سأقول لكم ماذا قال له في الأخير. قال له حاولت تترك الخمر وما قدرت؟ ما قال له، يقول له أنت أخرج من هنا وأنت رجل تستهتر بالدين وكيف وتصلي وكذا لعنك الله. هذا والعلماء هكذا يعني. فقال له طيب طالما أنت ما قدرت تسيب الخمر يعني وتصلي، كليتا دربحت كليتا قال له ربحت واستبطا قال له تاليا قال له يعني امسك الحيتين وامشي بيهن قال له، وصلاتي مقبولتك قال له مقبولتك صلاتك قال له، كليتا باك حد حاتتا قال له يعني امسكها مع بعض يعني لا تسيب دي ولا دي. لانه يعلم الشيخ ادريس رحمه الله عليه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه السيره العطره بتاعت الخليفه عمر يعني دليل على
رجل كان، لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب هو نصف الإسلام. يعني فكان يهتدي بهذه السيرة. كليتا درب حد، قال له درب حد يعني حاطط درب حد بس أتليا، قال له خليهم يمشوا كده، يعني بارل كده، توازي كده، ما تسيب دي ولا دي. سبحان الله، الرجل أخذ فتوى شيخي، مسك الاثنين، شيئا فشيئا ترك الخمر، وأصبح حمامة من حمائل المسجد الكبير في أغروتات. ورجل يعني انكفأ في دينه، انكفأ في الصلاة، أول المصلين وفي الصف الأمامي، وهو على هذه الحالة توفاه الله سبحانه وتعالى. فشوف هداية شوف عندما يكون العالم فطن وفقه بأمور دينه. تخيل عزيزي المشاهد لو كان قال: لو لعنة الله عليك أيها السكران، اخرج منها، كيف تأتي إلي وأنت تسألني هل أعمل هذا وهذا بتاع. لا، قال بس أمسك الاتجاهين، اتجاه والاتجاه المعاكس. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ترك الخمر وأصبح من المداومين بل حمامة المسجد. وعلى هذا العهد استمر به كذا سنة يبدو لي، إلى أن توفي، مشهود له بتوبته ومغفور له. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحسنات يذهبن السيئات. نأخذ من هذه السيرة العطرة. لماذا نقرأ هذه السيرة نحن؟ قد تمر بنا من هذا القبيل أشياء كثيرة يعني. وفي صحابتنا الكرام وخلفاء الراشدين المهديين الهادين، وأولئك العشر المبشرون بالجنة يعني. هذه لحظات مباركات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم أيها الأحباب خير الجزاء على متابعتكم هذه. وأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يجمعني وإياكم في الحلقة المقبلة في عبقرية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سنعطيه الحلقة الثانية والثالثة والرابعة، وبعد ذلك نذهب إلى الخليفة الثالث بحوله تعالى. أيها الأحباب الكرام، الشكر الجزيل والرحمة والمغفرة كذلك لعباس محمود العقاد، ذلك الرجل الملتزم. أسأل الله أن يثيبه على كتاباته، وكذلك أسأل العلي القدير أن يجزي إخواننا المخرجين الذين يخرجون هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. لهم مني عاطر الشكر والتحية والسلام. ولكم مشاهدي الكرام الشكر الجزيل. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.